وقبل ما انسى ببارك لكل سوري وسورية دمهم حر، وألف ألف ألف مبروك، وربنا يا رب يتمم فرحتهم على خير وترجع سوريا زي زمان. ربنا يتقبل موتاهم ويرحم شهدائهم ويتقبلهم في الفردوس الأعلى، آمين يا رب العالمين. تحية من القلب لكل سوري موجود معايا في القناة وكل سوري بيتفرج عليا. يا جماعة، الموضوع ده فيلم رعب. مين اللي بيخليك تقعد وتسمع وانت عايش جوه القصة؟ تخيل معايا كده، في سنة 1923 علماء الآثار بيكتشفوا تابوت أثري في وادي الملوك في مصر، والتابوت ده مش زي أي تابوت، مكتوب عليه اسم شنيد وشنيد دي واحدة مشهورة بس محدش عارف هي كانت مين بالظبط. يا ترى بقى مين بقى هي شنيد وليه كل اللي حواليها بيعتبروها لغز؟ اخواتي وحبايبي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم حلقة جديدة من سلسلة حلقاتنا. حلقتنا النهاردة بتدور حوالين المومياء الغامضة لشنيد يا ترى ايه سر التابوت بتاع المومياء؟ في البداية اكتشاف التابوت. القصة بتبدأ لما فريق التنقيب بيلاقي تابوت مزخرف بشكل خرافي، من النوع اللي أول ما تشوفه تقول دي أكيد حاجة وراها سر كبير. التابوت مصنوع من خشب الأبنوس ومتغطي بطبقة من الذهب. الكتابات الهيروغليفية اللي عليه كانت مليانة أدعية للحماية من الأرواح الشريرة، وده لوحده بيخليك تفكر هي كانت خايفة من إيه. لكن الغريب بقى إن مفيش أي ذكر ليها في السجلات الفرعونية، لا في نقوش المعابد ولا حتى على أي أوراق بردي. العلماء كانوا محتارين إزاي واحدة ليها تابوت بالحجم ده وبالشكل ده ومفيش عنها ولا كلمة. بس يا ترى مين هي شنيد في كذا نظرية حاولوا يفسروا بيها اللغز ده. البعض قال إنها ممكن تكون كهنة عظيمة خدت مكانة كبيرة عند الإله إيزيس عشان كده دفنوها بالطريقة دي، والبعض التاني قال لأ، دي أكيد أميرة كانت في صراع على العرش واتمسح اسمها من سجل التاريخ عمدا. لكن في كمان فرضية ان شنيد دي كانت شخصية مش عادية، بمعنى انها ممكن تكون واحدة من الشخصيات اللي كانوا بيعتبروا ليهم صلة بالعالم الاخر. حاجات زي دي كانت موجودة في الثقافات الفرعونية القديمة، وكانوا بيعملوا طقوس معقدة عشان يحموا بيها المومياء. لكن في لعنة غامضة، وهنا بقى الحكاية بتاخد منعطف اغرب. اللي لمسوا التابوت ده او اشتغلوا عليه حصل ليهم حاجات مرعبة. واحد من العمال وقع عليه حجر ضخم اثناء نقل التابوت ومات في نفس اللحظة. وبعدين واحد من علماء الاثار اللي فتحوا التابوت اصيب بحمى غريبة ومات بعدها بايام. ده خلى الناس تفتكر ان في لعنة بصحيح بتحوط التابوت ده، زي ما سمعنا قبل كده عن لعنة الفراعنة. بس المشكلة هنا ان اللعنة مش على نطاق واسع، يعني مش كل الناس اللي كانت موجودة اتأذوا، لكن كل اللي قربوا زيادة عن اللزوم اتصابوا بمصايب. لكن هنا بقى المفاجأة الأخيرة، في سنة 1975 العلماء قرروا يحللوا الحمض النووي للمومياء اللي جوه التابوت، وطلعوا بحاجات غريبة جدا. المومياء كان فيها إصابات تدل على إنها تعرضت لنوع من العنف، ممكن يكون بسبب مؤامرة، وحتى تحليل ملابسها أظهر إنها كانت لابسة حاجات غريبة. لكن في مفاجأة ظهرت معانا. العلماء قبل ما نقولك المفاجأة يا ريت ما تنساش تشترك معنا في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو ما تنساناش اللايك والشير. بص يا سيد البلد والناس، الموضوع كله في التابوت بتاعها. التابوت ده معمول من مادة غريبة اسمها الكرتوناج، والتابوت مفيهوش ولا فتحة واحدة. يعني ازاي حطوا الموميا جوه من غير ما يكسروها او يفتحوا التابوت؟ ده اللي حير العلماء كتير. ايه اللي حصل؟ علماء الاثار قعدوا يحاولوا يفهموا القصة دي سنين طويلة، ولما الجيل الجديد من الاجهزة العلمية ظهرت قرروا يستخدموه على التابوت والمومياء. عملوا حاجة اسمها كده مسح بالاشعة السينية، والنتيجة كانت مفاجأة. ايه اللي اكتشفوه يا ببطة؟ اكتشفوا ان المومياء كانت ست كبيرة ما بين ال30 وال40، كانت عايشة في فترة مهمة جدا في تاريخ مصر القديمة. وكمان اكتشفوا ان المصريين القدماء كانوا شاطرين جدا في التحنيط وعرفوا يحافظوا على جثث الموتى بالشكل المذهل ده. بس السؤال هنا، ازاي حطوا الموميا جوه التابوت مع ان التابوت مفيهوش ولا فتحة؟ في نظريات كتير بتحاول تفسير الموضوع ده. ممكن يكونوا استخدموا طريقة خاصة جدا في التحنيط، او ممكن يكونوا فكوا اجزاء من جسم الموميا وبعدين رجعوا ركبوها تاني جوه التابوت. القصة دي مهمة لانها بتورينا قد ايه المصريين القدماء كانوا اذكياء ومبتكرين، وكمان بتفتح باب كبير للابحاث والدراسات عشان نفهم اكتر عن حياتهم وعاداتهم وتقاليدهم. القصة دي بتقول لنا ان التاريخ مليان بالالغاز، وان في حاجات كتير من الاسرار اللي لسه مستنية حد يكتشفها. وكمان بتعلمنا ان العلم بيتطور كل يوم عن يوم، وبيقدر يساعدنا نفهم اسرار الماضي. خلي بالك دي مجرد نظريات ومحدش عارف بالظبط ايه اللي حصل،
بس القصة دي كفيلة إنها تحرك خيالك وتخليك تفكر في قدرات الإنسان وإبداعه. يا ترى إيه رأيكم في القصة دي؟ شوف يا حبيبي المشاهد، التحنيط ومش عارفين السر بتاعه إزاي هم قدروا يحافظوا على الموتى بالطريقة ديت في الوقت ده. لكن الغريب هو التابوت بتاع شينيت. التابوت بتاعها يعتبر أكنه اتصب عليها، يعني التابوت بتاعها مختلف. المعروف إن التابوت بيجي الأول وبعد كده بيتحط فيه الموميا وبعد كده بيتقفل، لكن الغريب هنا ان هي الموميا جت الاول وبعد كده التابوت يتحط عليها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، واتنحت بالنحت ده، واترسم بالرسومات اللي انتوا شايفينها دي، واتكتب عليه النقوش دي، وكل جزء فيه متساوي زيه زي التاني بالظبط. يعني الجزء اليمين متساوي زي الجزء الشمال. قمة في الإبداع. ده مش تابوت، ده تحفة فنية. الفراعنة كانوا مبدعين ومتميزين، وكانوا عاملين لكل حاجة حساب، ما كانوش يعرفوا حاجة اسمها صدفة. كانت كل حاجة مدروسة ومحسوبة بالسنتي وبالملي. يا ترى ايه رأيكم في القصة دي؟ شاركوا معانا في التعليقات. واقول لكم حاجة كمان، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان تشوفوا الفيديوهات جديدة وحصرية أول بأول. أشوفكم على خير، مع السلامة.